إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقد قال الحق سبحانه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. عباد الله، هذا الحديث القدسي الشريف الذي هو أصل من أصول الولاية وركن من أركان الحماية يشتمل على مجموعة من الأمور أهمها أن الله تعالى حافظ لأوليائه وعباده الصالحين، وأن من أهم خصائص أولياء الله تعالى القيام بالفرائض التي يناجي فيها العبد ربه سبحانه من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأن التقرب إليه سبحانه بالنوافل يكسب محبته تعالى المنجية من الشقاء والمؤدية إلى الحفظ والحماية الربانية لعبده، فيكون تعالى حافظا لسمعه الذي يسمع به، حاميا لبصره الذي يبصر به، مسددا ليده التي يبطش بها، موجها لرجله التي يمشي بها، مجيبا لرغباته مجيرا من رهباته، فيكون المؤمن بعد ذلك في كنف الله الذي لا يضام محروسا بعينه التي لا تنام، محبوبا عند الله وعند الناس، كما قال الحق سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف لا وقد تقرب العبد إلى بارئه سبحانه بأحب الطاعات وهي الأركان المفروضة، ونال شرف المحبة بإضافة النوافل إليها، وفي ذلك دليل على صدق محبته لله تعالى، مشغولا بلذة العبادة عن كل لذة ومتعة، فعاش بذلك الحياة الطيبة في الإقبال على الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر، مفوضا إليه أمره ومبديا إليه فقره ومستغنيا به عمن سواه. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين فرض على عباده أحب الطاعة إليه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون،
يقول الله تعالى في الحديث القدسي السالف الذكر: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهو واضح المعنى جلي البيان في أن التقرب من الله تعالى في أداء فرائضه وإقامة شرائعه التي أوجبها. وإذا أدرك المسلم هذا المعنى نشطت للعبادة أعضاؤه ولان لها جلده وقلبه، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ذلك ما يفضي إليه إقامة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وستخصص لكل واحد منها خطبة لبيان دورها في ترسيخ الإيمان وتقويته لتعم بنورها الحياة كلها في جميع الأحوال عبادة ومعاملة وسلوكا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا فضله وآلاءه عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى والنور سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين، خصوصا الأنصار منهم المهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه في حفظ كتابك وأيده بجليل تأييدك، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. اللهم افتح لنا أبواب الخير في طاعتك، وجنبنا أبواب الشر في معصيتك، وارزقنا لذة عفوك وحلاوة مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.